عارفين ليه بنتسمى باسم تاني في المعمودية؟ اوقات كتير في المعمودية بنلاقي الطفل اللي اتعمد اختاروا له اسم تاني غير اسمه الحقيقي اللي اتسمى بيه، فالمعمودية بالنسبة للإنسان بتكون حياة جديدة. ولكن مش كل الأطفال بيتعمل لهم اسم تاني في المعمودية، لأن ممكن الاسم بتاع الطفل واللي اختاروه له الأب والأم يكون مناسب جدا ويكون اسم كنسي أو اسم من الأسماء اللي اتقالت في الكتاب المقدس. فلو اسم الطفل الحقيقي حاجة من الاتنين دول، ففي الحالة دي أحيانا الطفل ده مش بيتسمى باسم تاني، ولكن الطفل اللي بيختاروا له اسم تاني في المعمودية هو الطفل اللي اسمه مش بيكون مفهوم او اسم غريب ملوش معنى، وساعتها بيبتدي ابونا يقترح على الاب والام اسم تاني في المعموديه. وعلشان كده في اليونان لحد النهارده اي طفل بيتولد مش بيتسمى الا في يوم معموديته، فالاسم اللي بيختاروه له ساعه المعموديه بتتعمل شهاده ميلاده بنفس الاسم. ودلوقتي برنامج خلوه بودكاست بقى متاح باللغه الانجليزيه. وانت كمان صلي معايا وقول: انا بشكرك يا رب، ارجوك خلي بالك مني، احفظني يا رب ونجيني، وابعد عنا عدو الخير وكل أفكاره وكل محارباته وكل تجاربه الشريرة، واحفظني من كل شر وكل هم وكل تعب.